مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. معانا أخبار وتقارير مختلفة النهاردة، أتمنى كلها تنال إعجابكم، وخلينا نبدأ بأهم العناوين. استقبال السيد محمود توفيق وزير الداخلية، السيد بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان. وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال بيوم الشرطة العربي تأكيدا على التعاون الأمني بين مصر وأشقائها العرب. تنظيم عدد من الدورات التدريبية لكوادر الأمنية من الدول الإفريقية ودول الكومنولث. مواصلة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري. وأخيرا جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في ضبط العديد من الجرائم التموينية. وخلينا نبدأ بأول خبر، حيث استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية. وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية. كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات من الأجهزة الأمنية المصرية في شتى المجالات العمل الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن جانبه أعرب السيد محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن هذا الخبر نذهب لأول تقرير معنا، وهو الاحتفال بيوم الشرطة العربية، واللي بيوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام، وده طبعا تخليدا للمسيرة العربية الأمنية المشتركة بين الدول العربية. والحقيقة تم الاحتفال في هذا العام بيوم الشرطة العربية من خلال فعاليات أمنية عربية مشتركة ساهمت في تعزيز هذه المسيرة. والحقيقة أن وزارة الداخلية بتحرص كل عام في المشاركة في هذه الفعاليات، وده طبعا لضمان التعاون وانعكاسه على أمن الشعوب العربية المستمر كل عام، واللي بيعد فرصة للتباحث طبعا وتبادل الخبرات الأمنية واستعراض أيضا التجارب الأمنية المصرية. والاحتفال بيوم الشرطة العربية هو فرصة كمان علشان نعزز العلاقات بيننا وباقي الدول العربية وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، وأيضا تخليدا لأرواح الشهداء من ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. في 18 من ديسمبر من كل عام يتم الاحتفال بيوم الشرطة العربية تقليدا لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك، والذي شهد خلال هذا العام فعاليات أمنية عربية مشتركة مكثفة ساهمت في تعزيز هذه المسيرة، وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية هذا التعاون وانعكاساته على أمن الشعوب العربية، تحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب، والذي يعد فرصة للتباحث وتبادل الخبرات الأمنية واستعراض للتجارب الأمنية الوطنية. وقد ساهم التعاون العربي الأمني المشترك في تقويض حركات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية الضالعة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو جلب وتهريب المواد المخدرة لإغراق البلدان العربية بها، ما انعكس على حماية هذه البلدان من مخاطر هذه المواد وتقويض حركة هذه العناصر. وفي إطار التعاون الثنائي مع وزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات، تم توقيع اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.
كما استقبلت الوزارة عددا من وزراء الداخلية وقادة الأمن العرب لزيارة عدد من المنشآت الشرطية المصرية للاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية. واستضافت مصر المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بحضور قيادات أمنية عربية لتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان وتفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة نوعية في منظومة السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام نظمت الوزارة ورشة عمل افتراضية بعنوان تطوير السياسة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي 2021-2022. وخصصت الوزارة 20 منحة للكوادر الشرطية بوزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة للحصول على دبلوم حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. وشاركت الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه والتي عقدت بالجزائر، وحصل فيها فريق اتحاد الشرطة الرياضي للكاراتيه على المركز الأول. الاحتفال بيوم الشرطة العربية هو فرصة لتعزيز العلاقات وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، وهو عنوان للتقدير الدائم لأرواح من ضحوا من رجال الشرطة لتنعم الأوطان بالأمن والطمأنينة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. خلال الأيام الماضية نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 3 دورات تدريبية ل101 من الكوادر الأمنية من 29 دولة إفريقية ودول أيضا الكومنولث في مجالات مختلفة، منها تنمية مهارات القيادات الأمنية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة، وأيضا في تأمين المنشآت والشخصيات الهامة، وبرامج تدريبية متطورة طبعا تواكب الأحداث ومستجدات الساحة الأمنية حصل عليها المتدربين داخل المنشآت التدريبية الأمنية المصرية اللي بتحاكي العمل على أرض الواقع طبعا، وده على إيد كوادر مصرية غاية في الكفاءة وفي المهارة أيضا. ونظمت أيضا أكاديمية الشرطة احتفالية علشان تخرج المتدربين، واللي أعربوا خلال هذه الاحتفالية عن تقديرهم البالغ لوزارة الداخلية وعن كل هذه التدريبات وما شاهدوه من قدرات أمنية فائقة كان لها بالغ الأثر عليهم. الحقيقة أنه فعلا أكاديمية الشرطة بتحرص على إقامة هذه الدورات التدريبية للدول الصديقة والشقيقة على فترات متقاربة، وده طبعا لضمان الاستقرار في بلدان هذه الدول، وبتتواصل طبعا دايما التدريبات بشكل متواصل لتعميق العلاقات والتعاون أيضا المشترك. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية 3 دورات تدريبية ل101 من الكوادر الأمنية من 29 دولة أفريقية ودول الكومنولث في مجالات تنمية مهارات القيادات الأمنية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة، من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في مختلف المجالات بخاصة في المجال الأمني. المجال الشرطي مجال مهم جدا بتفتقد، يعني الدول الافريقيه بتفتقد لهذا المجال، بتحتاج فيه تدريب كتير. مهم جدا التعاون فيه معاهم، لانه ده اولا بيرفع من قدرات المؤسسات الشرطيه في الدول الافريقيه وفي دول الكومنولث. النهارده الدوره في 3 دورات، دورتين كوادر افريقيه ودوره لكوادر من دول الكومنولث. This training has enabled me to acquire more leadership skills and techniques which I will be able to use with my subordinates in order to develop them and also to reach the goal of the organization. This training
is an investment and a giant effort in enhancing the capacity of police and law enforcement agencies in Africa. تلقينا فيها العديد من العلوم المفيدة، مثال التخطيط الاستراتيجي وبعض العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية، وكذلك التاريخية بزيارة لبعض المعالم المصرية العريقة. ونتمنى من الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الدورات بين الدول الشقيقة. برامج تدريبية متطورة مواكبة لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني حصل عليها المتدربون داخل المنشآت التدريبية الأمنية المصرية التي تحاكي الواقع العملي وعلى يد كوادر أمنية مصرية ذات كفاءة عالية كانت كفيلة برفع القدرات الأمنية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث وفقا لتأكيداتهم. Na ovome kursu smo već mjesec dana i stekli smo znanja i iskustva na temu zaštita VIP ličnosti. Imali smo teorijsku i praktičnu obuku koja je bila veoma zahtjevna i zanimljiva. Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova Egjipta. Dua të them që ndërmjet këtij trajnimi ne kemi përfituar shumë si nga ana teorike ashtu edhe nga ana praktike. Dhe ky trajnim do na shërbej për vete, ashtu edhe për eksperiencë, për aty ku të shkojmë për të dhënë. Doja të falenderoja qeverinë egjiptiane për bashkëpunimin dhe për mundësinë që na krijoi për të ardhur në këtë trajnim. وقد نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية لتخريج المتدربين أعربوا خلالها عن تقديرهم لوزارة الداخلية وما شاهدوه من قدرة أمنية فائقة كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم الأمنية والتي ستعود بالنفع على استقرار ودعم بلدانهم عقب العودة إليها محملين بتلك الخبرات. Très importante avec les instructeurs de haut niveau bien dotés d'une grande expérience et donc c'est une grande satisfaction pour moi et pour tous mes camarades. Koja je bila izuzetno značajna za mene, tako i sve ostale učesnike. Poprimili smo mnogo znanja, nova iskustva. Također se zahvaljujem i na teoretskom dijelu obuke koji je također bio izuzetno značajan za naš posao. Tout a été vraiment professionnel. Les exposants, les formateurs, les traducteurs. N'en parlons plus du matériel. Le matériel utilisé qui était vraiment un matériel de pointe. J'ai beaucoup été apprécié par ému. ريادة مصرية في مجال التدريب الأمني وإمكانات كبيرة تتمتع بها في هذا المجال تحرص على استفادة الأشقاء منها لدعم الاستقرار في بلدانهم، لذا تتواصل الدورات التدريبية في هذا الإطار. أهلا بحضراتكم. وبتستمر معانا مبادرة كلنا واحد في مرحلتها ال 23 حتى نهاية هذا الشهر، أي حتى طبعا نهاية العام، وهي طبعا مبادرة الهدف منها التخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وطبعا أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتهدف لتوفير كافة السلع للمواطنين بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 60%. وطبعا يعني السلاسل التجارية المشاركة والشوادر الموجودة موضحة كلها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. المرحلة دي الحقيقة اللي هي المرحلة ال 23 من مبادرة كلنا واحد بتشهد مشاركة كبيرة وواسعة من كبرى والسلاسل التجارية وأفرعها اللي بتصل إلى 1051 فرع على مستوى الجمهورية، وأيضا 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ده بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو طبعا اللي بيساهم في إتاحة فرص كبيرة قوي من المعروض من السلع بتخفيضات المعلنة زي ما قلنا، وأيضا بجودة عالية أشاد بيها كافة المواطنين. جميع المنافذ موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. كمان وجهت وزارة الداخلية سيارات محملة بسلع غذائية متنوعة لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الأكثر احتياجا بأسعار مخفضة.
وعلى الجانب الآخر بتواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة برضو حتى نهاية هذا العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. وجميع المنافذ أيضا لأمان موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الإنترنت. بتقوم طبعا منظومة أمان بتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق أيضا الأكثر احتياجا. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاكي بروح وقلب. الشوادر موجود فيها كل حاجه، كل المستلزمات من ادوات مدرسيه، من سلع اساسيه، من اجهزه كهربائيه، فيعني تقريبا كل اللي يحتاجه المواطن هيبقى موجود. انا جيت هنا المبادره كلنا واحد جميله جدا، وجيت فيت ليها السكر والرز بكميات كتيره والزيت، والاسعار كويسه جدا على اسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجيه اللي موجوده من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادره دي، وبنعرض جميع المنتجات وبكميات كبيره جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعه باي كميه هيلاقيها في مبادره كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفره وكل الحاجه موجوده وكل واحد بياخد اللي هو يكفيه زياده كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها ولسه متوفره بكميات وباسعار منخفضه جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفره بكميات كبيره وسلع كويسه جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. انا كنت معدي في الشارع صدفه كده لقيت عربيات في مبادره كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونه وسمنه ولحمه واسعار احسن من بره كتير يعني. مبادره كلنا واحد موفره كل السلع موجوده في كل مكان وكل حاجه متوفره، والزيت ب 21 جنيه والحاجات كتيره والحاجات متوفره. كده المبادره دي كويسه جدا جدا جدا، وكده يعتبر الاسعار نزلت. بينما تواصل منظومه امان توفير السلع الغذائيه عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره حتى نهايه العام، اسهاما منها في تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب مصر الكبيرة. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. دايما هنا شرطة وشعب. أهلا بكم.
وما زالت أجهزة وزارة الداخلية بالمرصاد خلف كل التجار اللي بتسوي لهم أنفسهم لبيع سلع منتهية الصلاحية أو إخفاء السلع وحجبها عن المواطنين. وبناء عليه الحقيقة تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع خلال الأيام الماضية، وأيضا حجبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. جهود أمنية تتواصل لتصدي الحاسم لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية. فقد أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن عن ضبط أكثر من 54 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، وضبط قرابة 25 طن دقيق أبيض قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية ومخابز سياحية بالجيزة والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قرابة 189 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة عدد من مسؤولي المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها، وضبط قرابة 137 طن مواد غذائية متنوعة فضلا عن نحو 76 ألف عبوة زيت طعام بالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة والقاهرة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 25 طن سكر تمويني بحوزة مالك محل بدال تمويني بدمياط ومخصصة على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ما يعد استيلاء على أموال الدعم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 55 طن مواد بناء قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء بسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 22 طن أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية والمنوفية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد تصادي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 127 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية، وضبط 40 طن ملح طعام وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق، وذلك بمصنعين لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بالمنوفية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والمنوفية، وضبط قرابة 50 طن لحوم ودواجن ومقاطعاتها ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية وبني سويف والقاهرة والجيزة. كما تمكنت من ضبط 40 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة قائد سيارة بالفيوم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى لكم اسبوع سعيد واشوفكم على كل خير وسلام الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده والمواطن المصري.